طيب النهارده احنا هنقارن ما بين حلويات الجين زي وحلويات الناس الكبيره، ونشوف مع بعض مين فيهم ذوقه احلى. يعني مونجينيز لقيته منزل تشكيله كبيره من اختراعات رمضان، في منها للجين زي زي الكنافه بومب، وفي منها موجه للناس الكبيره اللي بتحب السكر الهادي زي بيسبو كريم. فمين فيهم بقى اجمد اختراع؟ يلا بينا نشوف. وخلينا نبدا اول حاجه بالبيسبو كريم، ودي بقى ميكس ما بين البسبوسه والكيكه، وفي النص كريمه لباني مع شويه كنافه وشوكولاته على الوش. هي بس محتاجه ان احنا نسخنها دقيقه واجي لكم كده. بقى ايه، سخناها. بص الطبقات عامله ازاي. تصدق فعلا سكرها هادي قوي. طبقه الكيك متناغمه مع البسبوسه. للاسف الشديد دي عجبتنا يا جدعان، هو انا راجل كبير ولا ايه؟ تعالوا نجرب طبق اللي بالمكسرات. بص الطبقات. يعني ازاي دي بالكواليتي دي ب 295 جنيه؟ انا مش فاهم. اخش طبعا جينزي، ونتمنى من الله ان احنا نكون منهم. ده يا جدعان اختراع اسمه كنافه بوم، المفروض بتفرقعها تطلع لك بقى شوكولاته بيستاشيو وحاجات كده. السته دول سعرهم 85 جنيه بعد ما سخنهم. في حاجه فجاه فرقعت جوه بقي. يعني بص، هي دي محشيه شوكولاته من القلب، جديده قوي. دي هتبقى انهي طعم بقى؟ هنتفاجئ مع بعض. عملت نفس القنبله. دي يا جدعان بالفراوله، انا حق اجيب بيستاشيو. حي على الاختراع. ادي جينزي نقطه. فاحنا كده 1-1 للجيلين، فالفيصل ما بيننا هي الاختراعات الثانيه. فاحنا نخش على الليدي تيراميسو، ودي بقى عباره عن بقلاوه بالتيراميسو متحوطه بالليدي فينجرز، متدلعه حواليها بالفانيليا بالنسكافيه. حاسس ان انا بفتح موبايل. اوف، ناعمه جدا. بص الطبقات في القلب عامله ازاي. مين المجرم اللي فكر في البقلاوه مع التيراميسو؟ والكريمه اللي بالقهوه اللي في النص دي خطيره. بتاع دي ممكن تسهرك 3 ايام. دي تاكلها وانت بتذاكر، دي تروح للجين زي. فنخش بقى على اللي بعده، ودي تريليتشي بالكرك. ودي يا جماعه كنافه تحتها التريليتشي متسقيه بشاي الكرك مع كريمه كراميل وجيلي كراميل وبندق على الوش وفستق وليله كبيره قوي. ودي يا جماعه سعرها 295. حاجات كتير قوي دخلت جوه بقي، عامله ميكس غريب. بص، هي اكتر حاجه طاغيه عليها هي الكنافه مسكره جدا. ما اعرفش عملوها ازاي، بس انا حاسس فعلا بطعم الكرك هنا. كيكه التريليتشي خفيفه قوي، انت ما تحسش بيها، بس بتحس بالافتر تيست بتاع الكرك. هي على قد ما هي مسكره، بس انا حاسس ان حوار الكرك ده هيليق قوي 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 مع الناس الكبيره، اللي هو الناس اللي بتحب كوبايه الكرك كده بعد الفطار بتاعها. انتوا فاهمين المزاج ده؟ فاحنا كده 2-2 لصالح الطرفين. فالفيصل ما بيننا هذه الكنافه اللي اسمها بولة الحلو في 4. يعني احنا هنا معانا كنافه بالمانجا بكريمه المانجا بالسبونج فانيليا، ودي كنافه بالتريليتشي والكراميل بس من غير الكرك شبه اللي فاتت. اما دي بقى كنافه بالعسل الاسود والموز. كنافه بالعسل الاسود دي غريبه، تعالوا نجربها يا جدعان. مونديني والله عامل شغل جامد قوي السنه دي، مع اسعار وخامات جامده. بس مين اللي كان قاعد بيفكر يقول احط عسل اسود على الكنافه؟